السلام عليكم، مرحبا بكم في لمة مع سعيدة. الحامض مصير اللي ضروري يكون في اي دار مغربيه، اللي كنحتاجوه في الدجاج محمر في بزاف ديال الاطباق. الحامض مصير بلدي على طريقتي، بطريقه جد بسيطه وسهله وكيوجد في وقت قليل. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنسونيش من واحد البصيمه، والى عجباتكم قناتي ما تنساوش تنضموا للمة مع سعيدة. تبارك الله، الحامض كيجي اكثر من رائع، كيجي معسل وكيبقى معكم مده طويله وعلى بركه الله. هنا كناخذ واحد الكميه ديال الحامض بلدي اللي كيكون مغسول مزيان ومسحوه مزيان من الماء. ضروري تمسحوه من الماء باش ينجح معكم وما يخسرش لكم الحامض. هنا تاخذوا الكميه اللي بغيتو ديال الحامض. وهنايا عندي الملحه، ديروا اي نوع ديال الملحه بغيتو. انا عندي هذا الرقيقه هذه، تقدروا ديروا الملحه الغليظه، انا استعملت هذه. صافي هنايا عندي واحد القرعه ديال البلاستيك اللي غسلتها مزيان وشللتها بالماء سخون ومسحتها مزيان من الماء. الا عندكم قرعي ديال الدجاج غادي يكون احسن تستعملوهم. هنايا كنبدا ناخذ الحامض، كنبدا نقطعها هكا على 4، ما كنقطعهاش حتى لتحت، كنخليها هكا مشدوده كيف ما واضح عندكم. الحامض تبارك الله زوين، هذا حامض بلدي فيه الماء. من بعد ما كنقطعها هكا على 4، كناخذ الملحه تقريبا معلقه كبيره ديال الملحه، كديروها في هذه الحامضه هذه. شفتوا، خصكم ديروا ليه الملحه باش ينجح معكم، يصدق ليكم وما يكونش فيه الماء، تكونوا شفتوه من قبل. كناخذ وحده اخرى بنفس الطريقه، كنقطعها وكندير فيها الملحه. هانتوما الطريقه راه جد سهله والشرح بسيط، والفيديو راه شرح راسو براسو. كندير تقريبا معلقه كبيره عامره ديال الملحه. المهم ديروا عينيكم ميزانكم ديال الملحه. الملحه هي اللي كتخلي لكم هذا الحامض هذا يجي ناجح. واخا تكونوا ما عمركم ما درتوا الحامض مصير في حياتكم كامله، كونوا متاكدين بلي بهذه الطريقه هذه غادي يصدق معكم وغادي يجيكم ناجح ومعسل وغيبقى معكم لمده طويله. واللي وصل معايا حتى لهنا في هذا الفيديو هذا ما ينساش يدير لي واحد البصيمه. الله يجازيكم بخير. ما تنساوش تنضموا لقناتي لما مع سعيده. كنستمر بهذه الطريقه هذه اللي حليتها هكا على 4، كندير فيها الملحه، كنحلها على هذا الشكل هذا وكندير ليها الملحه. طريقه جد بسيطه وسهله. صافي هنا غنستمر بهذه الطريقه حتى نسالي هذه الكميه كلها ديال الحامض. هنايا كنبدا اللي قطعتها على هذا الشكل هذا ودرت فيها الملحه، كنستفها في القريعه على هذا الشكل كما كتشوفوا. راه كنهبطهم من التحت ديال القرعه وكنبرك عليهم. القريعه عندي انايا طويله، كندير كل طبقه كيجيو ليا فيها 3، كتبركوا عليهم هكا. واخا ما تبغيش الحامضات تخليكم كتبركوا عليها باش تدخل على هذا الشكل كما واضح في الفيديو. ضروري ديروا الحامض بهذه الطريقه وتكسوه هكا شويه، تعمروا القرعه. من بعد راه ملي كيبدا يطيب راه كيبدا ينزل الراسو، كيبدا يطلق داك الماء ديالو، كيبدا ينزل كما واضح عندكم. هانتوما صافي استمريت بنفس الطريقه، كل طبقه كنديرها كنبرك عليها كما شفتوا. ما كنزيدش الملحه نهائيا ما بين طبقه وطبقه، كنستف غير الحامض طبقه فوق طبقه وكنبرك عليه شويه حتى عمرت هاد القرعه هذه هكا. ملي توصلوا الفوق عاوتاني بركوا عليه، ما يوقع عليه حتى شي حاجه باش تعمر لكم القرعه مزيان. وهكا راه تقدروا تخليوه واحد شويه كينزل، كيطلق الحامض الماء كينزل، كتعاودوا تزيدوا حامض اخر كما درت انايا. صافي هنا عمرت القرعه كلها بالحامض كيف ما واضح عندكم، راه دغيا كيطلق الماء. هنايا غادي نسد هاد القرعه هذه. ضروري تكون عندكم القرعه كتسد مزيان. انا من بعد راه زدت عليها واحد البلاستيكه من الفوق باش سديتها مزيان باش ما يدخلش ليها البرد، وباش هكا هذاك الحامض ما يتصوفش ليكم ويكون ناجح معاكم. الا كانت القرعه ما كتسدش مزيان راه الحامض غادي يتصوف وما غاديش يجيكم زوين. صافي هنا غادي نخليها في واحد البلاكار تقريبا واحد شهر كتكون واجده. هنايا من بعد ما داز عليها الشهر كما شفتوا
القرعه راه كانت عامره وهبط الحامض، وهكا راه خديت منه انا استعملت منه واحد شويه. هنا تقريبا راه دازت عليه واحد 4 شهور. عاد كملت معكم التصوير ديال الفيديو. ها نتوما الحامض كيفاش جا ناجح 100%، ما وقعت لي حتى شي حاجه، ما تصوف ما حتى شي حاجه. كيجي واحد الحامض اللي معسل بزاف وطالعه منه ريحه غزاله بزاف، حامض مصير بلدي كيجي زوين بزاف وما كياخذش الوقت بزاف في الطياب ديالو. شوفوا تبارك الله كيفاش جا معسل. راه 4 شهور هادي باش صايبت هذا الحامض هذا. عاد كملته معكم، شفتوا كيفاش كيجي رائع بزاف. غير جربوه بطريقتي، راه كيجي زوين، كيجي طايب معسل، اللون ديالو كيجي زوين وغادي ينفعكم بزاف. الطريقه ديالو راها سهله وبسيطه، ما فيش بزاف ديال التعقيدات. وخلاص الفيديو راه شرح راسو براسو. صافي حتى لهنايا كنوصلوا لنهايه الفيديو. الحمد تبارك الله راه جا زوين، غير جربوه راه كيجي زوين ولذيذ، ما كيجيش مالح بزاف. حتى لهنا كنوصلوا لنهايه الفيديو. كنتمنى ينال اعجابكم. ما تنساونيش من واحد البصيمه الى عجبكم الفيديو، انضموا لقناتي ومع السلامه. تلقاو في فيديو جديد.